متحف ريفرسايد في جلاسكو، اسكتلندا بالمملكة المتحدة، يعد تحفة معمارية بمعنى الكلمة. المبنى الذي صممته المهندسة المعمارية زها حديد العراقية، ويبرز المتحف بسبب واجهته المضلعة المتعرجة التي يفترض أنها ترمز إلى علاقة نهر كلايد بالمدينة. سقف المتحف مكسو بالزنك. تشكل لوحات الزنك المخصصة 24,000 لوحة، معظمها على شكل جلد. كان السقف يعتبر أحد أكثر الهياكل تعقيداً في المملكة المتحدة عندما تم بناؤه في عام 2010. تمتزج معارض متحف ريفر سايد الضخمة مع السماء والمناظر الطبيعية تلميحا باللون الأزرق الشاحب على السماء والمناظر الطبيعية، كما يمتزج اللون الأزرق الباهت في جلد زنك بهدوء مع السماء الشمالية الشاحبة. وأيضا تتميز النوافذ الزجاجية العاكسة بموقع استراتيجي يعكس المناظر الطبيعية المحيطة. المتحف افتتح في عام 2011 وحصل على العديد من الجوائز. يعرض في رحلة تاريخ النقل والمواصلات عبر أكثر من قرن من الزمان. المتحف على مساحة تزيد عن 7,000 متر، ودشك متحف ريفرسايد الفريد من نوعه في تصميمه بأكثر من 3,000 قطعة. يعد متحف جلاسكو ريفرسايد للنقل والسفر إضافة رائعة للمتحف الفني والمشهد الفني في المدينة. متحف ريفرسايد هو متحف حديث جدا يقع في قلب المدينة. هو متحف حصل على جوائز عالمية لتميز معروضاته. يشرح المعرض والمتحف عن المواصلات وتاريخها في جلاسكو، وفي وسائل مواصلات قديمة وحديثة وسفن وعربات الترام وسيارات قديمة رائعة وعربات جر أحصنة. وما يميزه أيضا أن معظم المعروضات فيه منشأة ومصنعة في جلاسكو نفسها. نجد في المتحف أول دراجة مدفوعة بدواسة في العالم، وأول سيارة في بريطانيا، ونرى حائط سيارة تغطى 31 سيارة على 3 مستويات، حائطا دراماتيكيا في متحف ريفرسايد. إن تخصيص سيارتك هو إحدى طرق التعبير عن نفسك، سواء كانت تلك السيارة عبارة عن سيارة مغطاة بزخرفة بنجلاديشية زاهية الألوان، أو دراجة نارية ضخمة مع قطع معدنية متوهجة. تشرشل هو رئيس وزراء بريطانيا في عهد الحرب العالمية الثانية. عربة الترام تجرها الخيول. عربة الترام هي جزء من أحد مشاهد الشارع
العديدة في متحف ريفرسايد. سبقت سيارات الشوارع في جلاسكو السيارات الكهربائية وحتى الترام الكهربائي. أيضا في هذا المشهد في أواخر العصر الفيكتوري في متحف ريفرسايد تقوم الخيول المتينة بسحب ترام على طول القضبان في الشارع. إنها واحدة من العديد من المشاهد في الشارع في متحف ريفرسايد. وأيضا نرى عربة الفيكتوري هارس، تعد هذه المجموعة ذات الطراز الفيكتوري التي رسمها زوجان من الفحول الأسود، جزءا من أقدم مشهد في الشارع في متحف ريفرسايد. نرى داخل عربة ترام جلاسكو مقاعد جلدية ومساحة كبيرة في عربة الترام، نجد فيها مساحة وراحة على المقاعد الجلدية في عربة ترام جلاسكو المبكرة. ويحتوي متحف ريفرسايد على العديد من عربات الشارع على منصات متصلة يمكن للزوار التسلق وإلقاء نظرة إلى داخلها. قارب التجديف هذا هو الرابط الوحيد بين سانت كيلدا هي الجزيرة النامية والبر الرئيسي الاسكتلندي، ولكن اضطروا سكان الجزيرة النائية هذه إلى التخلي عن جزيرتهم النائية. ثم استخدم القارب لنقل السياح والامدادات والبريد من وإلى قلعة سفينة البخار لونارا، وهي الآن واحدة من المعروضات الأكثر غرابة في متحف ريفرسايد في جلاسكو. ونرى أيضا سفينة تيب الليني، واحدة من 5 سفن شراعية من طراز كلايد التي تقف بجانب المتحف، وهي لا تزال طافية.